همسة لقلبك. استرجل يا ابني كده. انت عامل كده ليه؟ ايه ده؟ انت بتعيط؟ لا لا لا، انت كده مش راجل. مالك ضعيف كده وعامل زي الستات؟ بتعيط يا خايب. كلام بنقوله لاولادنا وفاكرين اننا بنعمل منهم رجاله، فاكرين اننا بنخليهم كده ما يتاثروش باي حاجه، فاكرين اننا كده بنقويهم. بالعكس، عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتزرعوا فيهم القسوه من غير ما تحسوا، بتخلي ما عندهمش احساس ولا مشاعر. اوعى تكسر ابنك وتقل منه لمجرد انه عيط. ده في ناس بتتمنى انها تعيط وما بتعرفش، نفسها تعيش الحزن وتمر بمراحله عشان ترتاح. مين قال ان الدموع ضعف؟ دي احساس، دي مشاعر عادية جدا، وعادي اننا نعيط ودموعنا تغرق خدنا. مشكلة بعض الناس انهم فاهمين غلط وحاسبينها غلط. انت بتعمل حاجة اول واحد هيتأذي منها هو انت. ايوه انت. لما تنزع من ابنك الحنية، ايوه، وتقول له اوعى تعيط، بتعيط على ايه؟ عارف بيعيط على ايه؟ بيعيط على احساس حاسه بالحزن، وانت بكل بساطة بتقوله بس اوعى تعيط، اوعى تبقى ضعيف. زرعت فيه ان العياط ضعف، رغم انه بيدل على رقة القلب. عمر ما العياط كان ضعف ابدا، دي قوة بجد. قوة انك تطلع مشاعرك عادي وتخليها تاخد وقتها. بلاش الاذى النفسي اللي بتزرعوه في ولادكم. خليكوا حنينين وخدوا ولادكم في حضنكم، بدل ما تزعقوا وتقولوا بتعيط ليه. حسسوا بالامان، انك معاه وجنبه وحاسس بيه وبمشاعره، وان دموعه غالية قوي، وانك تتمنى انه يبقى سعيد على طول. ازرعوا حنية هتلاقوا حنية. قول يا رب.